زخري حج موسى محمد نور ناب أملا علم زلخم إرتراويان ذكرى الحاج موسى محمد نور إلى جميع الإريتريين في كافة أنحاء العالم. We at Eritrean Senate Movement, along with all Eritreans all over the world, remember our martyr Haji Musa Muhammad Noor today. زمن حليفو نبور سئينا بقدعي آمنا مسكنفلة إن حدا رقفعي بيت الحقي مرهاوي نعبد النقانيخا كما يسرح يتفرطو كاب حمبرتي أخليا تسمع كل أسمرا علي لابكم مشتاتو شيخ موسى زبقسو تاريخا وجنن كمبيته ودرابراها لا أمر قرصنا البعثات تذكر ناي حابر شما شما عبد القادر كبيرة مش رأسي تسمع زخري حج موسى محمد نور ناب أملا علم زلخم إرتراويان علت 31 ጥቅምቲ 2021 ካብ ጉጅለ መሪሕነት ኤርትራዊ ስኒት ምንቅስቓስ ኣዋሃዲት ኮሚቴ ጉዳይ ዝኽሪ ሓጂ ሙሳ ሙሐመድ ኑር ንሕና ኣባላት ምንቅስቓስ ኤርትራዊ ስኒት ሎሚ ኣብ መላእ ዓለም ንዘለዉ ኩሎም ኤርትራውያን ሓቢርና ንስውእ ጅግናና ሓጂ ሙሳ ሙሐመድ ኑር ብኽብሪ ንዝክሮም ኣለና ንምስዋዕቶም ትብዓቶም ጅግንነቶምን ኣድማዕን ኣሕባርን ሓቋፍን ኣገባብ መሪሕነቶምን ንዝክር ንሶም ኣብ ዝገደፍዎ ሓድጊ ንህይወትና ኣብ እነካይዶ ቃልሲ ንፍትሒ ከምኡውን ንእነፍቅራ ሃገርና ኤርትራ ትብዓት ከነጥሪ ብኣወንታ ይጸልወና ኣብዚ ዓመት እዚ ንዝኽሪ መስዋዕቶም ብዝገደፈልና ሓድጊ ዝተደረኸ ፍሉይ ቴማ ንምጽምባል መደብ ኣለና ናይዚ ዓመት ቴማና ንለውጢ ትብዓት ነጥሪ ዝብል እዩ እዚ ቴማ እዚ ንኣብነቶም ብኸመይ ንስዕብን እኹል ትብዓት ኣጥሪና ምእንቲ ፍትሒ ሰብኣዊ መሰላትን ሰላምን ደው ኢልና ኣለና ብብዙሕ መዳያት ይድህስስ ሓጂ ሙሳ ሙሐመድ ኑር ንህዝቢ ኣንጻር ምልክን ጉድለት ፍትሕን ክኸቱ ክኢሎም ንሶም ትእምርቲ ኣውንታዊ ለውጢ ትብዓትን ውርዚ ሰብኣውነትን ነበረ ናይዚ ዓመት እዚ ቴማና ዝተመርጸሎም ምኽንያት መታነቲ ኩሉና እንምነዮን እንሕልኖን ዘለና ለውጢ ንምምጻእ ክከኣል ብትብዓትን ስኒትና ብምትራርን ንምቅላስ መብጽዓና ንኸነሕድስን ንኽምህረና እዩ ኣብዚ ዓመት ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ስኒት ሰሙን ሓጂ ሙሳ ሙሐመድ ኑር ሓጂ ሙሳ ሙሐመድ ኑር ዊክ ዝብል ካብ ሎሚ ዕለት 31 ጥቅምቲ ጀሚሩ ክሳብ ሕዳር 6 2021 ዝቕጽል መደብ ከካይድ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ነዞም ዝስዕቡ መደባት ኣዳሊና ኣለና ሓደ መዓልታዊ መደብ ገለጽቲ ዛንታታት ብቪድዮ ካብቶም ንሓጂ ሙሳ ብኣካል ዝፈልጥዎም ሰባት ክልተ መዓልታዊ መደብ ገለጽቲ ዛንታታት ካብ ውልቀ ሰባት ንሓጂ ሙሳ ብኣካል ዘይፈልጥዎም ግን ብኦም ዝተተባብዑ ሰለስተ ሓጂ ሙሳ ሙሐመድ ኑር ዝኸፈልዎ መስዋዕታት ዝገልጹ ግጥምታት ሙዚቃን ቀብኣን ብቋንቋታት ትግርኛ ዓረብኛን እንግሊዝኛን ኣርባዕተ
ንሓድጊ ሓጂ ሙሳ ዝዝቲ ብቪድዮ ዝካየድ ዋዕላ ንዕለት 6 ሕዳር 2021 ኣብ ሲኒት ሜድያ ኣብዚ ኣብ ፌስቡክን መደበር ሬድዮ ስኒት ላይቭ ክፍኖ እዩ። 5 ቴማ ሕብሪ ናይዚ ዓመት ናይ ኣኽርያ ቀይሕ ሓመድ ኮይኑ ዕላምኡ ንሓመድ መሬት ኣኽርያ ንምኽባር እዩ። ከምኡውን ንሱ ዘቕረባ ናይ መወዳእታ መደረ መዘኻኸሪ ኩሎም ተሳተፍቲ ኣብቲ ቀዳም ዝካየድ ናይ ዙም ዋዕላ ነዚ ሕብሪ ክወድዩ ይዕደሙን ይተባብዑን። ኣብ ኩሉ ዓውደ ህይወትን ኣብ መላእ ዓለምን ንዘለዉ ኤርትራውያን ዕድመና ንቕርብ። ሓጂ ሙሳ ኣብ መላእ ህይወቶም ንዘካየድዎ ቃልሲ ኣድማዒ ኣብነታዊ መሪሕነትን ኣብ ምኽታት ህዝቢ ዓበይትን መንእሰያትን ከምኡውን ንኤርትራውያን ኣብ ህይወቶምን ኣብ ሃገሮምን ኤርትራ ኣወታዊ ለውጢ ንምምጻእ ንዝገበርዎ ኣበርክቶ ክንዝክርን ክንደስስን ኢና። ንኹሎም ኤርትራውያን ከዓ ምሳና ብምክፋል ንህይወትን ኣበርክቶን ሓጂ ሙሳ ንምጽምባልን እዞም ጅግና ኤርትራዊ ብዝገደፍዎ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኣብነት ክንድረኽን ክሓብሩናን ብኣኽብሮት ንዕድም። ብድሓን ምፁ ምስ ሰላምታን ኣኽብሮትን ኤርትራዊ ምንቅስቓስ ስኒት። ذكرى الحاج موسى محمد نور إلى جميع الإريتريين في كافة أنحاء العالم. التاريخ 31 أكتوبر 2021 من قيادة حركة الوفاق الإريترية اللجنة التنسيقية. الموضوع إحياء ذكرى الحاج موسى محمد نور. في مثل هذا اليوم 31 أكتوبر 2017 ألقى شهيدنا البطل الحاج موسى محمد نور خطابا شجاعا وتاريخيا مدهشا وعميقا، وسجنه نظام الهقدف بعد إلقائه الخطاب مباشرة. نحن في حركة الوفاق الإريترية مع إخوان الإريتريين في كافة أنحاء العالم نتذكر هذا اليوم. نتذكر في هذا اليوم تضحيات الحاج موسى محمد نور وشجاعته وقدرته على التحمل وعدم خوفه وبسالته وقدرته على القيادة الموحدة والفعالة وإرثه النضالي. ويؤثر إرثه النضالي بشكل إيجابي على حياتنا ونضالنا من أجل العدالة، كما يلهمنا لأن نكون أكثر شجاعة وبشكل يهدف إلى إحداث التغيير الإيجابي في إريتريا الحبيبة. وسنقوم هذا العام بإحياء ذكراه بصورة تجعلنا نستلهم من الإرث النضالي الذي تركه لنا، ليكون شعار هذا العام كن شجاعا من أجل إحداث التغيير. ومن خلال هذا الشعار نستكشف الطرق العديدة التي يجب أن نحذو حذوه فيها، وأن نتحلى بالشجاعة الكافية للدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان والسلام. استطاع الحاج موسى محمد نور حشد طاقات الناس للدفاع عن الحقوق والوقوف ضد الاستبداد والظلم، وكان رمزا للتغيير الإيجابي الذي ننشده والقيادة الفعالة والشجاعة والالتزام. ومن خلال الشعار المرفوع لهذا العام نستلهم منه المعاني التي تساعدنا على تجديد التزامنا بالنضال ببسالة، وأن نتحد حتى نتمكن من إحداث التغيير الإيجابي الذي نتطلع إليه. وتنظم حركة الوفاق الإريترية هذا العام أسبوع الحاج موسى محمد نور ابتداء من اليوم 31 أكتوبر 2021 وحتى يوم السبت القادم 6 نوفمبر 2021. ولدينا برنامج حافل على وسائل التواصل الاجتماعي على النحو التالي: قصص مميزة تحكى يوميا في مقاطع فيديو لأشخاص عرفوه بصورة شخصية. 2. الظهور يوميا بقصة جديدة من خلال مقاطع فيديو لأشخاص لم يعرفوه إلا أنهم استلهموا منه معاني النضال. 3. أشعار ومقاطع موسيقية وأغاني وفنون أخرى عن تضحياته بالتجرينية والعربية والإنجليزية. 4. لقاء عبر تطبيق زوم حول إرث الحاج موسى محمد نور في يوم السبت 6 نوفمبر 2021 على سنيت ميديا، والذي سيتم بثه مباشرة على الفيسبوك واليوتيوب كختام لهذا الأسبوع. 5. سيكون لون المناسبة لهذا العام اللون البني المائل للإحمرار لتكريم لون تربة أخرية التي سار عليها الحاج موسى حيث ألقى خطابه الأخير. يرجى من جميع المتحدثين والحضور ارتداء هذا اللون في اجتماع زوم يوم السبت القادم إن أمكن.
وندعو كافة الإريتريين من مختلف انتماءاتهم وفي جميع أنحاء العالم على الاحتفال بهذا الحدث الهام في تاريخنا، ألا وهو ذكرى شهيدنا الحاج موسى محمد نور الذي كانت حياته كلها تتمحور حول حشد طاقات الناس لإحداث التغيير الإيجابي، وتوجت نضالاته في 31 أكتوبر 2017. كما نناشد الجميع على متابعتنا والمشاركة معنا في إحياء هذه الذكرى لنستلهم جميعا من هذا الإرث الجليل الذي تركه لنا الحاج موسى، وبالصورة التي تبرز معاني هذا الحدث كما ذكر أعلاه. ولكم منا جزيل الشكر والتقدير. حركة الوفاق الإريترية، 31 أكتوبر 2021. وشكرا. We at Eritrean Sinit Movement, along with all Eritreans all over the world, remember our martyr Haji Musa Muhammad Noor today. We remember his sacrifices, his courage, his stamina, his fearlessness, his bravery, and his effective unifying leadership style. His legacy positively impacts our lives, our struggle for justice, and to be brave enough to make a positive change for our beloved Eritrea. This year, we will have a commemoration with a special theme to get inspired by the legacy he left us. This year's theme is Be Brave for Change. This theme explores the many ways in which we are to follow his example and be brave enough to stand for justice, for human rights, and for peace. Haji Musa Muhammad Noor was able to mobilize people to stand up against tyranny and injustice. He was a symbol of positive change, bravery, and character. This year's theme was selected to teach us to renew our commitment to fight with courage, to be united so we can bring about the change to which we all aspire. This year, Eritrean Sinit Movement will conduct a Haji Musa Muhammad Noor Week, a week-long event starting today, October 31st through November 6th, 2021. We will have the following running on social media: daily featured stories from people who knew him personally, daily featured stories from people who did not know him but were inspired by him, poetry, music, songs, and arts about the sacrifices of Haji Musa Muhammad Noor in Tigrinya, Arabic, and English. A video conference meeting on the legacy of Haji Musa Muhammad Noor on Saturday, November 6th on Sinit Media, which will be aired live on Facebook and on YouTube. The channel is Sinit Radio. The theme color for this year will be reddish brown to honor the color of the sand that he walked on in Akhriya and the last speech he gave. All attendees are encouraged to wear this color this week and at the Zoom meeting on Saturday. We invite all Eritreans from all walks of life, all across the world, to celebrate with us this week this wonderful milestone event in our history by our hero, Haji Musa Muhammad Noor. We are to reflect on the struggles he made his whole life, his effective leadership efforts to mobilize people, and to make a positive difference in the lives of Eritreans in Eritrea, young and old. We encourage all to join us, to celebrate with us, to celebrate his life, and to get inspired by the legacy this great man left behind in the fashion mentioned above. Please join us. Thank you.
أسمرا علي لابكم مشتاتو شيخ موسى زبقسو تاريخا وجنن كمبيتو الدرابراها تأمر قرصنا البعثة تنزكر نايف حابات شما شما عبد القادر كبيرة مش رأسي